يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بخير، صحة وعافية إن شاء الله يا رب. هذا الفيديو أحب أنزله للفائدة، أشرح لهم عن طبقة الأسمر والبدرنج. كثرة الطلبية طلبوا من عندي أنزلهم هيك مقاطع طبقة الأسمر والبدرنج. تحية خاصة لأبو ريتاج لجروب العصابة، تحية خاصة لحيدر السوداني وجروب الاثنين عراق، تحية خاصة سيد فؤاد وجروبه، وتحية خاصة لكل الجروبات وكل كابتنية العراق على راسي، تحياتي لهم. يا الله، نبدي من هنا إن شاء الله. عندنا هسه البدرنج فحل والطيرة سمرة. الفحل عندنا مطوق. المطوق ما تنذب له سمرة صابغة كلش اخواني، تنذب له هيج طيرة باعوا. بس انتبهوا على الطيرة كتفها كاشف، مو سمرة، كاشف. هذا كتفها جسمها كاشف. شو يبقى عندنا ذيلها متيل، والطيرة هي بيها وردات. بس انا ما اقدر يعني، كان يلزم لي واحد تليفون واصور، بس انا لوحدي. الطيرة بيها 5 وردات جناح. هاي الطيرة تندب على هذا البدرنج المطوق، تحصل هيش نتيجة. طيرة حلو، هاي النتيجة، صبغة واحدة. إذا عندنا هسه هذا البدرنج، خلينا نجيبه. هذا البدرنج، هذا طير بدرنج مطوق. عندنا هذا البدرنج إذا ذبيناه مثلا على سمرة، خل أشوفكم السمرة. هاي السمرة، لحظة ما تحصل شيء. جبنا هذا البدرنج مال ذيك الطيرة الكاشفة، إذا جبناه ذبيناه على هاي السمرة، هاي بيها وردات هواي. إذا ذبيناه على السمرة هاي ايش راح يرجع؟ راح يرجع حبوشة وطيور مو حلوة، مو الطير التردونة اللي ببالكم. هذا يرجع هنا على الطيرة الكاشفة، هاي فرخاته. نرجع على هاي الطيرة سمرة، عندنا صابغة، هاي اللي قد دبس. على من دافع على البدرنج الأبيض، الكل أبيض. مثلا إذا بيدقة دقتين 3 4 دقات 5 حمر عادي، بس المهم كله أبيض. هاي فرخاتها. أني المهم كون يعني شوي اختصر لكم الفيديو حتى لا يصير طويل. هاي عندنا، شوف عندنا هسه الفحل هذا البدرنج رماني، يعني بيه دقات. هاي دقاته هواي، على ذابه على طيرة كاشفة، يمكن بيه 4 وردات. والله بيه 4 وردات. هاي اهو 4 وردات. الطير يطلع طير مقبض. هاي النتيجة اللي نحصلها. خلينا نشوفكم بعد. انا البارحة اخذوا الفرخات، البارحة عازل اخذتها. عندنا هسه الطير على هاي الطير. شوفوا الطيرة جناحها كاشف، ذيلها اسمر، بيها وردات هواي على هذا البدرنج. هذا باقي ايش كم فرخة، بس يعني حابين نوصل رسالة بعض اخوتنا اللي يستفادون من الطبقات، يصير عندهم معلومة.
هسه ايش عندنا؟ عندنا هذا البدرنج، هذا البدرنج اهو. صح هو مطوق بيه دقات، بس شنو دقاته؟ دقاته حمر، دقاته حمر. على شنو طابقينه؟ على طابقين على طيرة سمرة. هاي سمرة. شنو النتيجة؟ طيور زلفينات. هذا الطير نشلي. ايش باقي؟ ايش كم فرخة؟ وانا ما راح يعني اصوركم القناة كلها، حتى الفيديو لا يصير طويل، الفيديو لا يصير طويل. هاي النتيجة. يا الله. بس عندنا هذا ابيض، الطيرة نشلية سمرة، كل السمرة. شوف دبس باعوا. شوفوا يعني الفرق يعني كلش واضح. سمرة عن سمرة تختلف، وبدرنج على البدرنج تختلف. يعني مو كل اسمر ينطبق على البدرنج، ولا كل بدرنج ينطبق على الاسمر. لا حبيبي، اكو طبقة عن طبقة تختلف. تريد طير الطير الحلو، اطبق هيج طبقات على الوردة وعلى السمر. يعني اكو مثلا تجي سمرة، سمرة شنو سمرة؟ كامل مواصفات، كتف وذيل ووردات بيها. هاي تنطبق على من تنطبق على البدرنج الابيض. مثل تجي سمرة شنو بيها وردات او متيلة من الذيل، وشنو وجناحها يعني ظهرها كاشف مو اسمر، كاشف. هاي من تطبقها انت على الرماني، على اللبخ. هاي فرخات. يا الله يا الله. هسه هذا عندنا البدرنج، وهاي طيرة سمرة كلش. بنزل فينات. خلينا نشوف لكم بعد. هسه عندنا هاي الطيرة سمرة، كلش سمرة. شوفوها زرقة، والفحل بدرنج ابيض. هذا واحد زقاته حبش يصير طير يعني يكشف من داره. شوفوا هاي اكو طريقة فد يعني خل اوصل المعلومة لاخوتنا، خل يستفادوا من هالمعلومة. يعني مو من كل ما احكي لك منو طيور البغدادية، هيك طيور مناقير حبش. هذا يكشف من قاره، يكشف يصير طير من قاره ابيض، طير مقبط. شلون يكشف؟ تقول لي شلون يكشف؟ هذا مناقير سود. هسه انا اقول لك شلون يكشف. هذا من يبدي له منها فتحه ابيضه. شوفوا من الطارف هذا، بعدين كل ما يبلغ جو امهاته الفتحه مالته تصعد. شوفوا هسه شلون صعده، تصعد، يصعد ينكشف من قاره يصير ابيض. هذا الطير يعني من يصير محير او مخلف يصير يرجع طير من قاره ابيض. هاي معلومه خلت تستفاد كل اخواتنا. هذا النشلي، والنشلي من قاره ابيض. هاي الفيديو صار طويل شويه، بس خل اخوتنا تستفاد من هاي المعلومه. واني خادم الكل الجناية اللي طلبوا من عندي هذا التصوير انزله بخصوص طبقة الاسمر والبدرنج. اعذروني يعني كنت شوية ظهري يوجعني، فاليوم حبيت انزلكم هذا الفيديو. هسه ايش عندنا؟ عندنا الفحل بدرنج كله ابيض. الطيرة شنو؟ طيرة واضحة، دبس على حاله، ما يحتاج لا قلب ولا لزم. هاي النتيجة، هاي النتيجة. مو كل اسمر وبدرنج ينطبق تريد الطير طلع حلو، لا
مو كل اسمر وبدرنج. اكو بعض الاخوان يقول هو ايش رايد لو هو اسمر وبدرنج الطبقه وطلع لك، لا مو كل اسمر وبدرنج. هذا هسه شاقت له واخوز الفين فوق. خلنا نونس اخوتنا. هذا اخوز الفين. هذا اكو مثلا شوف هسه هذا الطير من قاره بذاك الصفحه، من قاره شويه صاعد، هذا يفتح باعوا شوفوا، هذا من هنا صاعد، هذا يفتح شلون بادي له يفتح يصير نفس هذه الصفحه ابيض. بعد ايش عندنا؟ عندنا هذا البدرين، شوف ايش طابقي له، طابقي له ايش طير. هي تتبع شنو؟ للصبغة وللوردات، للصبغة وللوردات. هاي النتيجة. رز الفينات. فوكسات. بعد ايش عندنا هنا؟ الافراخ. لا ما عندنا، نباها عزلتين واخذوها. هاي الصفحة كملتها، هاي الصفحة كملتها. الفيديو صار طويل، صار 12 دقيقة. خلينا نجي هنا شوية فرة سريعة. هسه هاي الطيرة الرمانية على طير كاشف اخوان، على طير كاشف، يعني ورداته من 5 وردات وانت نازل على طير كاشف. هاي شوف البدرنج قطن ابيض، على شنو طيران تتحكمون؟ العفو الطيرة بدرنج او الفحل اسمر ما انت تحكمون. دبس على حاله، هيك طيور تنطبق. مثلا الابيض البدرنج الابيض او الذبله، مثلا الطيره السمراء يعني سمراء صابغه كلش، يعني ورداتها ايش ما جالك ورداته اكثر ينطبق بعد يزق لك احلى. هسه شوفوا الطيره، شوفوا واضح الفيديو كلش واضح. الفحل دبس على حاله، ورداته هاي بيه على طيره بيضة. عندك شيء هسه شوفوا هنا اخوان احكموا. هسه مثلا هذا الفحل شوفوا بيه وردات ومتيل بس كاشف مو صابغ كلش. على شنو طابقين؟ على الطيره يعني دقات بيها هواي، مثل ما تقول شلون تقول طيره رمانيه، يعني من يصير بيها هواي دقات تصير بيها رمانيه طيره. على طير كاشف شوفوا الكتف مالته مو اسمر صابغ، يعني طير كاشف، العفو كاشف بيه وردات. هاي بنات خلينا نشوفكم بعد، نشوفكم هذا اللعابة، هذا الاسمر. على هاي البدرنج البيض. ذني حبوشه صح، بس ذني يكشفن مناقيرهن يكشفن يصيرن طيور مقبطات مناقير بيض. ليش تقولوا لي يكشفن هذا مناقير سود؟ هسه بينات واضح، هذا شلون شاقت له بيضه من هنا ومن هنا ابيض، ذني يكشفن مناقير يصيرن بيض اخوان. شوف الحلو نايم.
هاي الطبقات، خلي كل اخوتنا واصدقائنا اللي تستفاد من هاي الطبقة والمعلومة. هذني طبقة الاسمر والبذرنج. الفيديو صار كلش طويل، صار يعني فوق الربع ساعة. وتحياتنا كل كابتنية بغداد وكل الجروبات، وتحياتي لكم. عبود بن الحجي، خادم كل الجناية.